سعيد جاب الخير باحث في التصوف أثار مؤخرا جدلا كبيرا بتصريحاته المثيرة الداعية لإعادة تفسير آيات من القرآن الكريم وفقا للغة المتداولة الآن. سعيد جاب الخير قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان براغماتيا في زواجه من خديجة رضي الله عنها، بعدما قال في وقت سابق أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من أم المؤمنين خديجة طمعا في مالها. القرآن الكريم لا يمكن أن يفهم إلا في إطار نسقه التاريخي، في إطار التاريخ الذي ظهر فيه، وفي إطار نسقه اللغوي الذي ظهر فيه. بعض الحداثيين يعيبون على النص القرآني أنه مثلا لم يكن حاسما مع بعض الظواهر، مثل ظاهرة الرق مثلا. أنا قلت كان براغماتي، استعملت لفظ براغماتي، هما البراغماتية ترجموها طمع. الداعية الأخضر رابحي انتقد بشدة الحداثيين الذين يتصيدون حسب رأيه المختلف فيه بين جمهور العلماء وتعميمه رغم ضعف نسبه، واتهمهم بمحاولة تشكيك المسلمين في دينهم. أخذوا مثلا أعطيكم صحيح البخاري في 2602 حديث صحيح غير مكرر. الأحاديث التي انتقدها الحداثيون ومن يشبههم 46 بالضبط، أحصيتها بدقة 46 حديث، يعني ما تمثل نسبة 1.76%. لماذا دايرين ضجة على 1.76% كما دايرين ضجة على التعدد اللي شكل واحد في بلاد المسلمين، والزنا اللي سكت 12% ما فيش ضجة؟ لابد العقل تاعنا يترتب شوي ويعرف لماذا المعارك تقاد بهذا التوهيم. لا يجوز لأي كان أن يدعو لنقض اجتهادات علماء الدين، خاصة وإن كانوا ممن شهد لهم بالعلم والسداد، دون أدلة قاطعة وبديل عما يريد أن يسقطه.